الفنانة السورية وفاء موصلي خضعت لعملية قلب مفتوح دون إخبار ابنتها. تعرف على السبب. ردت الفنانة السورية وفاء موصلي على التعليقات السلبية التي تم تداولها من بعد ما انتشرت صور لها وكان واضح فيهم خسارتها الكبيرة للوزن. حيث تم نشر شائعات أنها خضعت لعملية لإنقاص وزنها. لكن وبكل شجاعة كشفت الفنانة السورية وفاء لبرنامج إي تي بالعربي أنها خضعت لعملية قلب مفتوح من فترة قصيرة. وأظهرت جرحها من جراء العملية وقالت: أنا كثير متصالحة مع ذاتي، وهذا الشيء ممكن أستخدمه أشرح شيء للآخرين، إنه إحنا ما لازم نتخبى بإصبعتنا. وتابعت وفاء: وهذا دليل على إنك كبرتي وجاهدتي وعملتي لتكون حياتك صح، وهذا الجرح موجود عندي وبحبه. وبالرغم من أن الفنانة السورية وفاء موصلي تكلمت عن الموضوع بكل قوة، إلا أنها مرت بمرحلة صعبة قبل وخلال العملية جسديا ونفسيا. وخاصة أنها أخفت خبر مرضها وضرورة إجرائها العملية عن أقرب الناس لها، وهي ابنتها الوحيدة نايا الأندلسي، وجعلته سرا لحد خروجها من غرفة العمليات. والسبب في إخفائها العملية حتى لا يؤثر خوف ابنتها عليها ويربكها، والفنانة كانت متسرعة باتخاذ قرار العملية قبل معرفة ابنتها. ولأن الفنانة وفاء موصلي كانت غير قادرة على إخبار ابنتها، استعانت بأصدقائها في دبي مصطفى الأغا وزوجته لإخبارها بوضع والدتها الصحي. وكانت وفاء خائفة على مشاعر ابنتها، وطلبت من الكل مسح أي صور لها انتشرت بعد العملية حتى لا تراها ابنتها بشكل لم تعتاد أن تراها فيه. وبرغم المسافة بينها وبين ابنتها نايا التي تعمل في دبي، إلا أنها تتابع حالتها الصحية بشكل يومي وتتصل عليها لأخذ الدواء في مواعيدها. وعن السبب في إجرائها عملية جراحية كبيرة مثل القلب المفتوح قالت: في آخر كم سنة كنت بالمكياج عم أعالج القصة وأنا ماني عرفاني بالمشكلة. وتابعت: سألت الطبيب هل السبب من التدخين، وأنا كنت مدخنة بسيطة مو كتير وخفيف، وسألني الطبيب سؤال أذهلني. وقال لي: وانت صغيرة صار معك روماتيزم على الركب أو القلب؟ فقالت: كانت تنزل وزاتي وأهلي قاموا لي إياهم، وصار معي روماتيزم بالركب والقلب. وتابعت وفاء: وتعطلت عن المدرسة لفترة طويلة وتعالجت، وطلع هذا المرض بالصمام بيتعب بعد 40، وما كان في شيء إسعافي بالإضافة لوجود توتر. وبسبب حالتها الصحية اعتذرت الفنانة السورية وفاء موصلي عن أكثر من عمل بشكل مؤقت، ومنهم مسلسل ترانزيت. كشفت الفنانة السورية وفاء موصلي سابقا أن سر رشاقتها وخسارة الوزن الزائد مؤخرا كان بسبب الضغط النفسي من جهة. بسبب الضغط النفسي من جهة، والقيام بعملية قص معدة من جهة أخرى، منوهة إلى تقبلها نصيحة الفنان الراحل رفيق سبيعي لها بشأن القيام بتلك العملية. وأكدت الفنانة السورية وفاء موصلي بأن قلة ظهورها الإعلامي بناء على قرار واستراتيجية منها
لتتجنب ما يحدث عادة مع الفنانين على خلفية تصريحاتهم. وكشفت الفنانة وفاء موصلي عن تعرضها لعدة حملات تنمر وإساءة في عدة مواقف، إحداها خلال لقاء ابنتها نايا في مدينة دبي وانتشار صورهما بطريقة مشينة. وانتقدت الفنانة السورية وفاء موصلي تصرف طليقها الفنان السوري جمال سليمان بعد تجنبه الإجابة عن سؤال يتعلق بها في أحد لقاءاته. فقالت وفاء إنه تصرف لا يليق به إطلاقا، وعبرت عن ذلك بعبارة: ما حلوة بحق وما يحكي الصدق، مشيرة لوجود وثائق وأوراق بينهما وعلاقة زواج دامت 8 سنوات. لكنها لم تفكر في الإنجاب منه لأنه طلب منها إكمال دراستها ونفت وجود خلاف بينهما الآن، حيث اجتمعا في مسلسل الحرم لك ومسلسل مذكرات عائلة، والذي تم تصويره بعد فترة وجيزة من الطلاق. ويذكر أن الزواج الأول للفنانة وفاء موصلي كانت من الفنان جمال سليمان، أما الزواج الثاني فكان من الطبيب النسائي سامر جلعوط والد ابنتها نايا. وصرحت الفنانة السورية وفاء موصلي أثناء استضافتها مع الفنان باسم ياخور أنها تفضل زوجها سامر، وذلك لأن العلاقة بينهم كانت مميزة. لأن العلاقة بينهم كانت مميزة وكان بينهم تكامل في المستوى الفكري والثقافي والفني. وابنتها نايا سامر تحمل الجنسية السورية وحصلت على الشهادة الجامعية في تخصص الهندسة المعمارية وتعمل في شركة بدبي.